الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معي. سنة 80 هجريا اتولد النعمان بن ثابت اللي كلنا عرفناه باسم أبو حنيفة النعمان. اتولد في الكوفة اللي كانت في التوقيت ده مركز الخلافة الإسلامية. أبوه كان تاجر قماش على قده، ولما خلف ابنه الوحيد النعمان كان طفل ذكي جدا، وكل اللي عصروه كان بيتوسموا فيه نبوغ غير طبيعي. أبو حنيفة كان دايما بيحب يكون متميز، علشان كده أول حاجة عملها لما تم 20 سنة بص على المحل بتاع أبوه، فحس قد إيه إن المحل بتاع أبوه ده صغير قوي، فقرر من جوه نفسه إن المحل ده لازم يكبر. وسأل نفسه سؤال ممكن أي حد يسأله لنفسه: ليه المحل بتاعنا مش اكبر محل في الكوفه؟ ما حطش ايده على خده وقعد يحلم، لكنه عمل حاجه في منتهى الغرابه. سال مين احسن حد في الكوفه بيفهم في علم التجاره، فوصفوا له واحد. ولما ابو حنيفه راح له وبدا يتكلم معاه ويقول له عايز اتعلم التجاره وعايز اعرف منك اسرارها، الراجل نفسه حس ان ابو حنيفه بيعمل حاجه ما حدش سبقه فيها قبل كده. ولما طلب منه ان هو يتعلم التجاره، الراجل قال له هعلمك لاني شفت فيك نبوغ وذكاء متهيألي هيبقوا في محله. علشان كده في خلال 3 شهور علمه كل حاجه عن التجاره والبيع والشراء، وقال له انت اتعلمت في 3 شهور اللي في ناس ممكن تقعد سنين كتيره من عمرها علشان تعرف تتعلمه. انا حاسس انك هتكون تاجر ليه شأن كبير قوي في الكوفه. المهم ابو حنيفه راح عند ابوه وقال له يا ابويا دلوقتي بس اقدر اقول لك انا عايز اطور المحل بتاعنا. ابوه شجعه جدا وتوسم فيه الخير وقال له يا ابني في الاول وفي الاخر المال مالك. وفعلا في خلال سنين قليله جدا قدر ابو حنيفه ان يعمل طفره للمحل بتاعه، وابتكر حاجات كانت جديده جدا على الناس. عمل حاجه كده هو ما كانش حد لسه يعرفها، زي فاترينات العرض اللي موجوده دلوقتي في المحلات بتاعت اليومين دول، ودي كانت فعلا حاجه ما حدش يعرفها كتير في الزمن ده. وعمل تخفيضات على القماش اللي بيبيعوه، وكل ما تشتري قطعتين قماش تاخد التالتة مجانا. حاجات بتدرسها الكليات دلوقتي عن فنون البيع والتسويق وخلافه. بدأ يبقى فيه ثراء غير عادي عند ابو حنيفة، والمحل الصغير كبر جدا، وقدروا ان يشتري محل تاني في منطقة مشهورة جدا وكبيرة جدا في الكوفة. والثراء زاد لدرجة ان هو بقى من اغنى الاغنياء وهو في السن الصغيرة ده، للدرجة اللي كانت بتخلي الناس تقول كنا بنشوف ابو حنيفة يلبس العباية الغالية اللي ب 1500 دينار وما نشوفوش يلبسها تاني ابدا. وابو حنيفة اشتهر في الكوفة كلها بذكائه الحاد واخلاقه الجميلة، واصبح من انجح التجار في الكوفة كلها. وفي عز ثرائه ونجاحه الملفت للنظر تحصل في حياته حاجة غريبة جدا. وهو في مرة ماشي لقى حد بينده عليه، بص وراه لقى الامام الشعبي، والامام الشعبي كان واحد مشهور جدا في الزمن ده من ائمة الاسلام الكبار. وسأل ابو حنيفة الى من تختلف من الاساتذة يا ابو حنيفة؟ بالبلدي كده يعني مين الشيوخ اللي بتحب تسمع لهم يا ابو حنيفة؟ رد عليه وقال له مفيش في حياتي غير السوق والتجارة، هم دول بس اللي انا بفهم فيهم، واستاذي فيهم فلان الفلاني، الراجل اللي راح له لما جاي يتعلم التجارة، لكني محافظ على الصلاة والصوم والزكاة، غير كده مفيش. فالشعبي نظر له نظرة وقال له جملة هزت ابو حنيفة: ارى فيك نصرة لهذه الامة وهمة وذكاء، اظن ان التجارة لن تحقق لك ما اقول، فهل لك أن تأخذ شيئا مع التجارة يكون عونا لك على التجارة وتفيد به أمتك؟ فرد أبو حنيفة عليه وقال له إيه هو الشيء ده؟ الشعب دخله من المدخل اللي يحبه أي تاجر، وأبو حنيفة رد عليه الرد اللي ممكن أي تاجر يصير فضوله للموضوع ده. رد عليه أبو حنيفة وقال له إيه هو الشيء ده؟ فالشعبي قال له تعلم العلم مثلما تعلمت التجارة. أبو حنيفة بيقول والله شعرت بأن الكلام اخترق قلبي، وخصوصا لما الإمام الشعبي قال لي مثلما تعلمت التجارة. وسأل نفسه ابو حنيفة ليه لا؟ ابو حنيفة كانت طريقته غير اي حد، وما بيحبش يكون واحد عادي وخلاص. ده لما جه يدخل في التجارة اتعلم الاول لحد لما بقى افضل تاجر، طب ليه ما يتعلمش العلم؟ فسأل ابو حنيفة الشعبي وقال له واي علم اتعلمه؟ فرد عليه الشعبي وقال له اسأل وستعلم. فبدأ أبو حنيفة يسأل أهل العلم إيه هي أنماط العلم اللي أنا ممكن أتعلمها؟ فقالوا له القرآن والحديث واللغة والشعر والفقه. فبدأ يسأل عن حاجة وقال طب لو اتعلمت القرآن وحفظت القرآن ماذا يكون آخر أمري؟ يعني ببلدي كده هون إيه هي سقف طموح العلم ده؟ قالوا له هتحفظ كتاب الله وتجيده
ثم تقرأ القرآن على الناس وتعلم الصبيان والكبار، ثم تكبر فيخرج من الشباب من هو أقدر منك على الحفظ والقراءة والتلاوة. فقال لنفسه لا، مش ده اللي أنا عايزه. فسأل عن علم الحديث، فقالوا له تحفظ الحديث وتعلمه للعامة وترويه، ثم تكبر فتنسى الحديث فيكذبوك ويشككون في كلامك، ثم يأتي من هو أصغر منك وأحفظ منك فيتولى مكانك. فبرضه قال لا، مش هو ده. فسأل عن الشعر، قالوا له تحفظ الشعر ثم تكون أعلم الشعراء، ثم يعطيك هذا فتمدحه ولا يعطيك هذا فتذمه. فقال لنفسه أكيد برضه لا، مش ده العلم اللي بدور عليه. فسأل عن الفقه، قالوا له تتعلم الفقه وتجيده ثم تعلم الناس وتفتي لهم وتعلمهم الدين، وقد تصير قاضي القضاء حتى وانت في سن صغيرة. وليس للفقه سن، تعلم الصغير والكبير ما حييت، ويسير علمك ميراثا تتوارثه الأجيال. فقال لنفسه هو ده اللي كنت بدور عليه. إنسان كان عنده عبقرية في التخطيط وسقف طموحه ما كانش ليه حد. راح للشعبي وقال له أتراني أقدر على علم الفقه؟ أنت شايف كده الذكاء والنبوغ اللي أنت قلت عليهم، أنا أنفع أتعلم الفقه وأبقى فقيه من فقهاء هذه الأمة؟ ضحك الشعبي وقال له هو ده العلم اللي مش هينفع غير معاك، وأنت هتعمل في العلم ده اللي محدش قبلك عمله، وما كانش ينفع أوجهك إليه، كان لازم تعرف ده بنفسك. فسأل الشعبي وقال له مين أفضل حد أتعلم منه الفقه؟ قال له حماد بن أبي سليمان. وفعلا أبو حنيفة راح لحماد، وحماد كان في التوقيت ده من أعلم الناس في الكوفة، وحلقته كانت أكبر حلقة في مسجد الكوفة، وقال له ممكن أكون تلميذ من تلامذتك؟ حماد كان عارفه كويس لأن أبو حنيفة كان فعلا تاجر مشهور، بس حماد سأله سؤال مهم جدا، قال له وماذا عن تجارتك يا أبو حنيفة؟ تجارتك أخبارها إيه؟ قال له لن أتركها. ضحك حماد وطبطب على كتفه وقال له أحسنت، لأني أعلم أن التجارة تسير في دمك، بس هعلمك على شرط، ليك عليا كل يوم أعلمك 3 مسائل فقهية فقط. تخيلوا 3 مسائل فقهية بس في اليوم هيصنعوا أكبر إمام في الفقه عرفوا التاريخ. المهم رد عليه أبو حنيفة وقال له إنما الجبال من الحصى، يعني عايز يقول له بالبلدي كده اهو، أنت بتقول لي 3 مسائل فقهية وفاكر إن أنا هستقلهم؟ ده الجبال ما بتبقاش جبال الا من الحصى الصغير. وفعلا تمر الايام والشهور ويتعلم ابو حنيفه على ايد استاذه حماد، وال3 مسائل بقوا مئات المسائل اللي كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. وبعد 3 سنين حس فعلا حماد قد ايه ان ابو حنيفه فعلا نبغه، وذكائه وفهمه ملهمش حدود. فعمل حماد حاجه غريبه جدا، امر ابو حنيفه اللي ما بقالوش غير 3 سنين ان يجلس جنبه في حلقته. حماد اعلم اهل الكوفه قبل ان شاب صغير ما بقالوش 3 سنين يقعد جنبه في قعدته وفي حلقته. وطبعا دي كانت حاجة كبيرة جدا عند أبو حنيفة جلوسه جنب معلمه وأستاذه حماد. أبو حنيفة نفسه بيقول كنت أجلس مع حماد من بعد صلاة العشاء حتى يؤذن الفجر أتعلم منه، وال3 مسائل بقوا مئات المسائل. وبعد مرور 10 سنين أبو حنيفة بيقول نازعتني نفسي على الرياسة، ونفسي قالت لي اشمعنى حماد في عنده حلقة فيها آلاف الناس؟ أعتقد دلوقتي حان الوقت عشان أنا كمان يبقى عندي حلقة الخاصة. فقلت سأذهب اليوم إلى المسجد واجعل لنفسي حلقة مستقلة محدش يزعل بقى. وأول ما دخلت المسجد لقيت حماد قاعد في حلقته، لقيت نفسي بجري وبقعد تحت رجليه، فبص لي باستعجاب وقال لي قوم اقعد جنبي. قلت له لا، ده مكاني النهارده، لان بيني وبين نفسي افتكرت قدره عندي وعلمه اللي علمه لي في سنين طويله، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعمل مفاجاه غريبه وعجيبه في اليوم ده. وهم قاعدين في الحلقه تيجي رساله لحماد مكتوب فيها ان هو عنده ورث في البصره محتاج سفره وغيابه عن الحلقه لمده 2 شهر، ويشاور على ابو حنيفه ويقول له انت مكاني في الحلقه لغايه لما ارجع. سبحان الله، ربنا اداها له في نفس اليوم. وتحصل حاجه افظع، لما قعد مكان حماد في الشهرين دول كان بيتعرض عليه مسائل فقهيه كل يوم، ويتفاجئ بقضايا جديده ما كانش عارفها اصلا ولا عمره سمع عنها في ال10 سنين. فبقى بيقول لنفسه الحمد لله اني ما انفصلتش عن حماد، ويكتب المسائل علشان حماد لما يرجع يفتي فيها. وقال ان خدت عهد على نفسي اني لن افارق حماد ما حييت. اول ما رجع حماد عرض ابو حنيفه عليه كل القضايا اللي جات له في الشهرين، وراح موطي على ايد حماد وبسها وقال له انت استاذي ومعلمي ما حييت. فضحك حماد وكانه كان عارف اللي بيدور في بال ابو حنيفه. ويعيش ابو حنيفه كمان 8 سنين مع حماد علشان يموت حماد بعد 18 سنه علم لابو حنيفه. ويبكي عليه ابو حنيفه ويقول والله اني لا استغفر لحماد كما استغفر لابي وامي، والله كل ما كنت اعدي
من قدام بيت حماد بعد ما مات الا وحنيت راسي تقديرا واحتراما للي عمله معايا. وكمان لما انجب ولد سماه حماد تقدير وعرفان لاستاذه اللي عاش ورباه وعلمه اجمل علم ممكن بني ادم يتعلمه في حياته. كان في التوقيت ده ابو حنيفه كان عنده تقريبا 40 سنه، واصبح لابو حنيفه حلقه خاصه بيه علشان يبدا ابو حنيفه تاسيس مدرسه ما سبقوش حد فيها ابدا. قرر ابو حنيفه ان ما يبقاش في حاجه اسمها فقه فردي. عارفين هيئه كبار العلماء؟ حاجه زيها كده بالظبط. قرر ابو حنيفه ان يعمل مجموعه من 40 واحد يكون فيهم كل التخصصات، واحد بيفهم في التجاره واللغه، واللي بيفهم في الحديث والقران والتفسير والشعر، وواحد خبير باهل العراق، وواحد باهل الحجاز، وواحد لاهل الشام، وغيرهم من العلوم اللي شملت كل التخصصات، ويجتمعوا كل يوم، ودي تبقى لجنه لدراسه القران والسنه النبويه، ويطلع منهم اللي يفيد المجتمع والامه كلها. واي قضيه فقهيه هتعرض لازم يكون الراي فيها بالاغلبيه حتى لو كانت تخالف راي ابو حنيفه نفسه اللي كان واحد من ال40. ايه العظمه والجمال ده؟ حلقه ابو حنيفه كان بيحضرها الوف مؤلفه، لكن اول صفين مرصوص فيهم ال39 واحد اللي بيكملوا ال40 بابو حنيفه. وتبدا الحلقه بعرض ابو حنيفه للمشكله اللي هي المساله الفقهيه اللي هيكلموا عليها، ويتم فتح المناقشه ويبداوا يحللوها ويفصصوها، وكل واحد يدلو بدلوه، وبعدين يوصلوا للراي النهائي حتى لو كان عكس راي ابو حنيفه، لانها في الاساس مدرسه قرارها جماعي مش فردي. طب اول ما يوصلوا بقى للنتيجه يوصل الموضوع لابو يوسف. وما ادراكم ما هو ابو يوسف؟ ده اللي بعد كده اصبح قاضي قضاة الدوله الاسلاميه وقاضي هارون الرشيد نفسه، وده كان تلميذ النجيب الاول لابو حنيفه. فيبدا ابو يوسف في كتابه النتائج اللي توصلت ليها لجنه ابو حنيفه، وبيعتبر ابو حنيفه اول من اعطى المنح الدراسيه. كان دايما شايف ابو يوسف ان هو خليفته المنتظر، واللي كان بيعمله حماد معاه كان بيعمله هو مع ابو يوسف، علشان كده جابوا وقعدوا جنبه في الحلقه نفس اللي كان بيتعمل معاه، لغايه لما لقاه ما بقاش بيجي. راح له وساله عن سبب غيابه، لقاه حزين وزعلان، وقال له يا ابا حنيفه انا شاب فقير وابويا خياط وما عندوش غيري، ولازم اقف معاه لان لو ما وقفتش معاه مش هنلقى ناكل. وهنا يقرر ابو حنيفه اعطائه 100 دينار كل شهر علشان يتفرغ للعلم. كان شايف فيه خليفته المنتظر، لغايه لما في مره ابو يوسف كمان قرر يعمل لنفسه حلقه، وفعلا عمل لنفسه حلقه. ابو حنيفه زعل من جوه نفسه، لكن كان بيحب ابو يوسف جدا، فبمجرد ما لقى ابو يوسف عمل الحلقه بتاعته بعت له واحد من تلامذته وقال له روح اسال ابو يوسف وقول له لو وديت جلبابي يتاثر عند خياط. ومشيت ورجعت بعد شويه الخياط قال لي ما خدتش منك حاجه، واقسم على ذلك. فخدت بعضي ومشيت. تاني يوم رجعت له لقيت الخياط معلق الثوب بتاعي على المحل بتاعه، وكان متاثر فعلا وعرضه للبيع. فمسكته وواجهته فاعترف انه الجلباب بتاعي. فهل يستحق الخياط الاجره ثمن تقصير الجلباب ولا لا؟ قال له قول له، لو قال لك يستحق قول له اخطا، ولو قال لك لا يستحق قول له اخطا. وبمجرد ما الراجل راح لابو يوسف وقال له على المساله اللي حصلت له، ابو يوسف افتاله وقال له نعم يستحق. فرد عليه الراجل وقال له اخطات. ابو يوسف على طول تدارك الموضوع، قال له اقصد لا يستحق. فرد عليه الراجل وقال له اخطات. وهنا يبص ابو يوسف وهو واقف في حلقته على حلقه ابو حنيفه، عينيه في اتجاه ابو حنيفه، وجري على ابو حنيفه فعلا لانه كان عارف ان دي مساله يجهلها ما كانش عارف عنها حاجه. وفي وسط حلقه ابو حنيفه قال له علمني يا امام. رد عليه ابو حنيفه وقال له لو كان الخياط طمع في الجلباب بعد ما قصره، يعني بالبلدي كده بعد ما الراجل وداله الجلابيه، هو قصرها عشان الراجل كان عايز كده، بعد ما قصرها لقاها بقى شكلها حلو كده وجميل فطمع فيها، يستحق الاجره لانه قصرها عشان الراجل كان عايز كده. لكن لو طمع فيها قبل ما يقصرها وقال خلاص الجلابيه دي بقت بتاعتي، وشاف ان هي هتبقى احلى لو اتقصرت، يبقى لا يستحق الاجره. راح موطي ابو يوسف على ايد ابو حنيفه كان عايز يبوسها، فسحب ايده من ابو يوسف وقال له جمله جميله جدا، قال له يا ابا يوسف من عاش لنفسه فاته الخير الكثير، ومن لم يعمل مع الناس فاته الخير الكبير. فرد عليه ابو يوسف وقال له نفس الكلمه اللي كان هو قالها الحماد، والله لن اترك حلقتك ولن اتركك ما حييت. وبيعتبر ابو حنيفه اول من وضع الفقه التقديري، علشان كده سموه امام اهل الراي، لكن من خلال كتاب الله وسنه رسوله. وكان بيفكر هو ومجموعته في المستقبل، وكان هو ومدرسته بيفترضوا مسائل فقهيه لسه ما حصلتش ويحللوها. يعني مثلا كان بيقعد هو والمجموعه بتاعته ويفترضوا ان لو نهر الفرات كمان 20 سنه ميته قلت، ولما الميه بتاعته قلت ظهرت بعض الاراضي الخصبه الطريه الجميله، فبعض الناس
حط ايديهم على الارض دي وزرعوها، هل تجوز ليهم ولا لا وتتاخد منهم وتعتبر دي ارض دوله؟ وعلى فكره المشكله دي حصلت في مصر في بعض الجزر في السنين اللي فاتت. ومثلا الرجاله اللي كانت بتسافر في غزوات وكانوا بيفترضوا ان الرجاله دي لو سافرت وما رجعتش ومحدش عارف حصل ايه، وخصوصا ان العدد بدا يكبر والبلدان بقت بعيده جدا، وكان ممكن حد يسافر ويسيب مراته بالشهور والسنين وهم مش عارفين اذا كان عايش ولا ميت. ما حكم زوجاتهم؟ هل يتجوزوا ولا يستنوا ولا ممكن يحصل ايه بالظبط؟ وغيرها من المسائل الافتراضيه اللي كانوا بيعتقدوا ان هي ممكن تحصل في المستقبل ايا كان نوعها ايه، وكانوا بيكتبوا المسائل دي ويرفعوها للحاكم بتاع الكوفه عشان يسترشد بيها لو حصل اي موضوع من المواضيع اللي بيذكروها على مدى السنين الجايه. كان انسان سابق لعصره، ما كانش بيستنى لما الحاجه تحصل وبعدين يفكر فيها، كان بيحاول هو ومدرسته انهم بتفكيرهم يسبقوا الدنيا كلها. علشان كده فقهه كان لازم له مدرسه، علشان مين هيقدر يتوقع هيحصل ايه للامه خلال سنين كتير جايه؟ صعب جدا ان واحد لوحده يفكر فيها وياخد فيها قرار ولوحده، لان ده حاجه مش عايزه عقل، دي حاجه عايزه عقول. وبالرغم من ده كله وانتشار صيته وحب الملايين ليه، الا ان ابو حنيفه هاجم هجوم شديد من علماء الحجاز، لغايه لما في مره ابو حنيفه كان بيحج وقابل امام كبير من ائمه الحجاز وهو الامام محمد الباقر. ولسه ابو حنيفه بيعرف الامام محمد الباقر على نفسه، وكان الامام محمد الباقر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسه ابو حنيفه بيعرفه بنفسه وبيقول له انا ابو حنيفه. فغضب الامام محمد الباقر وقال له انت الذي غيرت دين جدي، وطبعا نقصد النبي عليه الصلاه والسلام، وقدمت القياس بالعقل على كلام رسول الله. يعني بالبلدي كده عايز يقول له انت اللي كنت بتفكر بدماغك وبعدت عن الاحاديث بتاعه النبي وسنه النبي واتكلمت واستنبطت من دماغك، ده انت غيرت دين ربنا بقى. وده الكلام اللي كان بيوصل للحجاز عن ابو حنيفه. فرد عليه ابو حنيفه بابتسامه وهدوء وقال له اجلس يا امام كما تحب حتى اجلس واحدثك. فقعد الامام محمد وكانه كده عايز يقول له يعني هتقول لي ايه؟ فقعد على كرسي، راح ابو حنيفه قاعد تحت رجليه وبص له ابو حنيفه وقال له ها هنا احب ان اجلس فان مقامك عندي كمقام جدك عند اصحابك. فالامام محمد الباقر طبعا بعد ما سمع الكلام ده هدي شويه لكن برضه غضبان. فبدا ابو حنيفه بالكلام وقال له انتوا هنا في الحجاز بتقولوا ان غيرت دين رسول الله وتركت الاحاديث النبويه، بس انا عايز اسالك 3 اسئله. قال له اسال. قال له ايهما اضعف بدنيا الرجل ام المراه؟ فرد الامام الباقر قال له بل المراه اضعف بدنيا. فقال له الامام ابو حنيفه وفي دين رسول الله ايهما اقل ميراث الرجل ام ميراث المراه؟ فرد الامام الباقر بل ميراث المراه، فالمراه بترث نصف الرجل. فرد ابو حنيفه عليه وقال له يا امام لو كنت اعمل بالراي والعقل لكنت جعلت ميراث المراه ضعف ميراث الرجل فهي الاضعف، ولكني لم افعل. يا امام ايهما اعظم عند الله الصلاه ام الصيام؟ فرد عليه الامام الباقر وقال له بل الصلاه. قال له بماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عندما ينقضي رمضان بأن تقضي؟ قال له أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأن تقضي الصيام. قال له يا إمام لو كنت أحكم بالعقل والرأي لأمرت المرأة بأن تقضي الصلاة فهي أعظم، ولكني لم أفعل واتبعت ما قاله رسول الله بل تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يا إمام أيهما أكثر نجاسة البول أم النطفة؟ قال له بل البول هو أنجس. قال له يا إمام لو كنت أخذ بالرأي وأحكم بعقلي لكنت جعلت الوضوء من النطفة والاستحمام من البول فهو أنجس، ولكني لم أفعل وقلت مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من البول والاستحمام من النجاسة. يا إمام لم أغير دين الله وإنما اجتهادي من كتاب الله ومن سنة نبي. يا إمام العراق كل يوم في جديد، العراق كل يوم في شأن جديد، فأردت أن أحمل الناس إلى دين الله ورسوله ولكن بلطف. راح قايم الإمام محمد الباقر وراح موطي على أبو حنيفة وخده بالحضن وراح مكبر راسه. استمرت حلقة أبو حنيفة 30 سنة. لما الأمويين وصلوا للحكم أبو حنيفة كان حاسس قد إيه باضطهاد الأمويين لآل علي بن أبي طالب والآل بيت النبي كلهم، ولما الأمويين عرضوا عليه القضاء رفض أبو حنيفة وبشدة، عذبوه عذاب كبير، فقدر انه يهرب ويروح الحجاز وقعد في مكة المكرمة. لكن لما الخلافة العباسية وصلت لبغداد واصبح الخليفة ابو جعفر المنصور خليفة المسلمين، رجع بغداد تاني علشان تطلع بغداد كلها تستقبل الامام ابو حنيفة النعمان، لغاية لما حصلت كارثة تانية ما بين آل علي بن ابي طالب وابو جعفر المنصور. وكان ابو حنيفة شايف قد ايه ظلم ابو جعفر المنصور ضدهم وانه برضه بيعمل فيهم اللي عملوه الامويين، فبدأ يحدث
حمس الناس على ظلم ابو جعفر المنصور. وطبعا برضه حشية ابو جعفر المنصور وصلوا له الموضوع وقالوا له اللي ابو حنيفه بيقولوا عليه. فاستدعى ابو حنيفه واستدعى جميع العلماء وبدا يتكلم معاه قدام العلماء عن تحيزه لآل علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. وكمان في التوقيت ده كان اهل الموصل كانوا هينقلبوا على ابو جعفر المنصور، وقال له يا ابو حنيفه في انباء جاتني انك بتؤيد اهل الموصل في اللي عايزين يعملوه ضدي، واني راجل ظالم، وان هم بعتوا لك رسول عشان تفتيهم في امرهم، انت رديت على الرسول ده وقلت له انهم على حق فليثبتوا. فرد عليه ابو حنيفه وقال له نعم قلت ذلك، لاني قلت ليك نفس الكلام يوم كذا وكذا. فزي ما يكون فعلا ابو جعفر المنصور افتكر ان ابو حنيفه قال له نفس الكلام في يوم ابو حنيفه فكروا بيه، فغضب وما عرفش يرد عليه. فقال له يا ابا حنيفه اذهب الى بيتك ولا تخرج حتى انظر في امرك. وكان ناوي يقتل ابو حنيفه بس ما رضيش يقول كده قدام العلماء وامر بانصرافهم. ولما قال الكلام ده قدام الحاشيه بتوعه، الحاشيه بتوعه ردوا عليه وقالوا له لو قتلت ابو حنيفه هتتقلب الدنيا من اجله، وهيقول الخليفه بيقتل العلماء، لكن اعرض عليه القضاء، فلو وافق فقد ايدك وضاعت هيبته بين الناس، واذا رفض فقد خرج عن طاعتك ويستحق الموت. فكر شيطاني. فاستدعاه تاني ابو جعفر المنصور وقال له أجبني يا أبا حنيفة، أليس القضاء بالحق من أشرف العبادات؟ فرد عليه أبو حنيفة وقال له نعم. فقال له أبو جعفر المنصور أليس من واجب الحاكم أن يختار للقضاء من هو أصلح للناس؟ فرد عليه أبو حنيفة وقال له القضاء فرض يختار الخليفة من يصلح له، لابد من اختيار قاضي يفصل بين الناس بالحق. فرد عليه أبو جعفر المنصور وقال له وقد اخترتك يا أبا حنيفة لتكون قاضي القضاة في دولتي وخلافتي، تفتي في كل ما يرفع إليك من قضايا من كل الأمصار اللي بتجيلك من هنا ومن هنا ومن هنا. فرد عليه أبو حنيفة بذكاء وقال له وهل يكون القاضي آمنا إذا طلب من الخليفة المسول بين يديه للفصل بينه وبين أحد من الرعية؟ فهل سيأتي الخليفة عند الطلب؟ فواحد من بطانة الخليفة رد وقال له وهل يجرؤ أحد على شكوى خليفة المسلمين في القضاء؟ وهل تجرؤ أنت يا أبا حنيفة على استدعاء خليفة المسلمين للقضاء؟ فرد أبو حنيفة وهو باصص على أبو جعفر المنصور وقال له يا أمير المؤمنين اتق الله. فغضب أبو جعفر المنصور منه وقال له أتقول لي اتق الله؟ فرد عليه أبو حنيفة وقال له لا تكن ممن قال فيهم الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهنا يشتد غيظ أبو جعفر المنصور وقال لأبو حنيفة أترفض القضاء؟ فرد أبو حنيفة وقال له كيف وأنا غير آمن على نفسي أن أقبل القضاء، وكيف وأنا غير آمن على نفسي أعرف أفصل بين الناس، وإذا كان الحق في كل شيء مباح ما عدا فيما يخص الخليفة فإن القاضي عنده القوي مثل الضعيف والحاكم مثل المحكوم. يا أمير المؤمنين اتركني في حلقتي مع تلاميذي ووسط الناس. رد عليه ابو جعفر المنصور وهو خلاص اشتد غضب منه قال له طب لما لا توافقني اتقاء شري وغضبي؟ فرد عليه ابو حنيفه وقال له من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا وشدائدها، فانا لا أصلح للقضاء. اشتد غيظ أبو جعفر المنصور أكتر وقال له كذبت يا أبا حنيفة في كل كلمة تقولها. فرد عليه أبو حنيفة وقال له وكيف تولي على القضاء رجل كاذب؟ وهنا قام أبو جعفر المنصور من على عرشه ووقف قدام أبو حنيفة وقال له والله لتتولى القضاء في أمتي. فرد عليه أبو حنيفة وقال له والله لن أتولى القضاء في أمتي. وهنا يصرخ أبو جعفر المنصور ويقول لحراسه خذوه للسجن ووروه ألوان العذاب. فرد عليه أبو حنيفة والله لو خيرتني ما بين انك تغرقني في نهر الفرات او قضاءك لاخترت الغرق. وكان داخل على 70 من عمره في التوقيت ده ابو حنيفة، ويدخل السجن ويتعرض لأشد ألوان العذاب، وتنقلب الدنيا في بغداد والموصل والحجاز على أبو جعفر المنصور والظلم اللي بيعمله لأبو حنيفة. ويبدأ أبو جعفر المنصور يحس ان بطانة السوق ضيعته والحال بقى كارثي في الدولة بتاعته، لحد لما شاف رؤية عجيبة في منامه بيحكيها بنفسه وبيقول رأيت أبو حنيفة وقد طالت هامته إلى السماء ووجهه ككرسي الشمس لا أستطيع النظر إليه، ورأيت نفسي عند قدم أبا حنيفة ولقيت رجالة جداد جم ومسكوني وألقوا بي في حفرة عميقة من نار لم أرى مثلها في الدنيا. فانتفض من نومه وهو بيصرخ وجري على السجن اللي هو حاطط فيه أبو حنيفة، فلقى أبو حنيفة وهو خلاص العذاب والألم اللي اتعرض له بينهوا عليه، فجلس تحت قدم أبو حنيفة وقال له سامحني يا أبو حنيفة فقد ظلمتك. رد عليه أبو حنيفة وقال له السماح والعفو من الله. فقال له اطلب مني يا أبا حنيفة وتمنى علي. فرد عليه أبو حنيفة برد غريب وقال له أطلب منك إنك تدخلني الجنة
وتخرجني من النار. قال له لا املكها يا ابا حنيفه. فرد عليه ابو حنيفه وهو خلاص مش قادر وتقريبا كده كان بيودع دنيته، وقال له اذا فلا حاجه لي بكل ما هو عندك، فقد عشت عمري كله مع الله ولله. ويدعي ابو حنيفه دعوه ويقول اللهم نجي حكام الامه من بطانه السوء، ويقول لا اله الا الله وتفيض روحه للسماء. ليه بقينا بنكره بعض قوي كده ومحدش بقى بيحب يشوف حد احسن منه؟ ليه الكل بقى بيفكر في نفسه بس؟ بقينا نشوف دلوقتي مجموعه شركاء فاتحين مشروع مثلا، لو فيهم واحد شاطر كده وملحلح يستخسر نفسه في الباقي ويجري يفتح لوحده. ليه ما بقيناش نسمع كلمه فريق غير في الكوره بس؟ جميل جدا ان يكون لك طموح وطموحك ده ما يكونش ليه حدود، بس تسعى لطموحك بالعلم مش بالفهلوه. ليه الكبير دلوقتي بقى بيدوس على الصغير لو مجرد انه حس انه ذكي شويه او حتى طلع بيفهم؟ للاسف دلوقتي في ناس بقت بتدور على عديم الموهبه والعلم ويولوهم المناصب والمراكز عشان هم عارفين ومتاكدين ان عديم الموهبه والعلم دول عمرهم ما هيعرضوهم على اي حاجه. المواهب مش كلها فن ورياضه وموسيقى، في مواهب كتير جوه ملايين من اللي حوالينا، بس محتاجين لعين وايد توجههم وتاخد بايديهم. يا ترى خسرنا كام ابو حنيفه لغايه دلوقتي؟ ما سالتش نفسك ليه معظم اللي بينجحوا دلوقتي في مجالات العلم بينجحوا بره؟ ليه بقينا كلنا بنقلد بعض؟ محدش عنده استعداد يفكر او حتى يتعب نفسه ويعمل حاجه جديده. لو حد عمل حاجه ونجح كله بيقلده بدل ما يفكر ايه اللي ناقص، ايه ممكن يفيد الناس والمجتمع اللي هو عايش فيه دلوقتي. كله بيجري ورا ظاهره الاستسهال والربح السريع. اما بقى الشيء الخطير واهم حاجه لازم ناخد بالنا منها، ودي بتبقى القاضيه لاي حكم او عصر، الناس اللي اهم حاجه عندهم مصلحتهم الشخصيه وبس، الناس اللي عندها استعداد ان هي تقضي على اي حد او تنهي اي حد، المهم هم نفسهم ثم نفسهم وبس. فكل ضلال هيموت ومش هيفضل غير ابو حنيفه وعلمه يتدرس من عصر لعصر. علشان كده النهارده كان لازم نعرف حكايته ونقول ان مفيش حكايه ما كانش ليها اصل.